الموقع اللي معانا بقى جامد جدًا، لإن الموقع ده فيه حاجات كتير جدًا حرفيًا مش هيخلّيك تشغّل دماغك في أي حاجة. الموقع ده يقدر يعمل لك ملخص لأي مقال أنت عايزه، كمان يقدر يترجمه لك لأي لغة أنت عايزها، وكمان يقدر إن هو يعمل لك أو يغيّر لك صيغة المقال بتاعك بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. في خاصية جامدة جدًا فيه هتخلّيك تتعرّف المقال ده أو الصورة دي معمولة بالذكاء الاصطناعي والّا لأ. تعالوا بينا نشوف الموقع. بُص يا سيدي، ده اسم الموقع Quillbot، زي ما إحنا شايفين كده بيقدّم لك خدمات كتير جدًا تقدر إن أنت تستخدمها، زي مثلًا يعيد لك صياغة أي مقال أنت عايزه، لو ضغطت كده يبدأ يقول لك حُط لي المقال عشان أبدأ إن أنا أعيد الصياغة بتاعته. لو حطينا مثلًا أي مقال زي ده وأقول له إعادة الصياغة، يبدأ يعمل لي إعادة صياغة المقال، نفس الكلام بنفس كل حاجة، بس هيغيّر حاجات بسيطة جدًا. كمان تقدر إن أنت تستخدمه في الترجمة، يعني أنت لو جيت مثلًا رجعت للقايمة اللي ورا كده وبدأت إن أنت تيجي عند مترجم، يبدأ يترجم لك المقالة أو الكلام اللي أنت عايزه لأي لغة أنت عايزها، بتبدأ تختارها من هنا كده بالشكل اللي أنت شايفه ده. كمان يقدر إن هو يطلّع لك الأخطاء الإملائية بطريقة دقيقة جدًا، لو جيت كده عند مدقق اللي فوق دي كده وبدأت إن أنت تحط له النص بتاعك هنا أو المقال أو ترفع له مستند فيه المقال بتاعك، قُل له مثلًا بيست لأي مقال، هيبدأ يطلّع لك الأخطاء الإملائية بدقة عالية جدًا، زي ما إحنا شايفين كده يبدأ يطلّع لك الأخطاء حتى لو واقفة على نقطتين أو نقطة للحرف الواحد، يعني مثلًا هنا الأجهزة بيقول لك إن أنت ما فيش نقطتين عليها، طبعًا لو أنت عايز تقبل بتقول له قبول الكل. هنا كل الأخطاء اللي طلّعها لك بالشكل اللي أنت شايفه ده، تقدر إن أنت تخش على الموقع وتستكشف فيه، هتلاقي فيه حاجات كتير جدًا هتفيدك. كمان تقدر تضيفه extension للوورد عندك أو لمتصفح جوجل. طبعًا البرنامج محدود، بيدّيك حاجة محدودة إن أنت تقدر تستخدمها في اليوم. كمان إن أنت لو حبيت إن أنت تعمل كذا حساب وتخش، ده برضه هيفيدك إن أنت مثلًا يبقى معاك نقاط كتير، تقدر تستخدم الموقع بكل سهولة وبراحتك.